السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما وفي صحة وعافية وراحة بال يا رب، اللهم امين. قبل اي حاجة وقبل اي كلام نصلي جميعا على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير وسبسكرايب في القناه، لسه اول مره تشوفوني تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بامر الله. ولو انت من حبايبي ومتابعيني متنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل اصحابنا وحبايبنا والكل يستفاد بامر الله. النهارده هجرب معاكم وصفه اللي هي الكفته المشويه على الفحم المجمده. صراحه انا اول مره اجيبها، يعني انا مش من النوع اللي بيجيب مجمدات، لان ابو العيال ما بيحبش الحاجات دي خالص يعني. فاحنا استغلنا الفرصه ان ابو العيال مش موجود النهارده، وقلت ايه ابوظ الدنيا كده انا والعيال. المهم نزلت جبت الكيس ده، كان عامل له نص كيلو 400 جرام ب85 جنيه. فلقيتها بتقولي ايه ده، هي مشويه ومستويه على الفحم ومش عارف ايه وبس مش محتاجه ايه. المهم قعدت ادور قعدت اقرا على ظهرها وكده، لقيتهم بيقولوا من 7 ل10 دقايق في الفرن على نار هاديه بتبقى زي الفل. فقلت مش مشكله، قادر نجرب اليوم ونقضي اليوم واليوم يعدي وخلاص. وانا اصلا كنت تعبانه، ما كنتش قادره الصراحه ان انا اقف اطبخ ولا الكلام ده كله. فقلت يلا نجرب، وفتحت الكاميرا معاكم عشان خاطر لو في ناس وارد عليها الكيس او عارفاه او اول مره تجربه، فنبقى نجربه كلنا مع بعض سوا يعني. فالكيس عامل لي حوالي 11 قطعه. تمام، الصابع مش وحش، صابع حلو. وكانها والله كانك كنت عاملاها في البيت حرفيا، وريحه الفحم كانت ملياها. اول حاجه بقى كده جبت صينيه هدهنها سنه من الزيت، لو عندك سمنه بلدي تديها طعم احلى. ايا كان بقى، زبده، معلقه سمنه، معلقه زيت، الكم الموجود. قلت بس عشان ما تلزقش في الصينيه، وابقى ضامنه الدنيا يعني ايه، مبوظش الدنيا خالص. تمام، فهدهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هدهنها كويس جدا. وبعد كده هرص الكفته زي ما انتوا تشوفوا معايا كده، الصابع جنب اخوه. الصابع بتاعها كان حلو، بقول لكم ما كانش صغير ولا اي حاجه، ولا كش ولا خس ولا اي حاجه خالص. كان يعتبر مستويه، هم بيقولوا يعني مستويه، بس انا مش عارفه مستويه ازاي على الفحم ومش متحمر. ما علينا، ادينا بنجرب وخلاص. فانا رصهم في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واول بقى ايه هقوم مدخلها الفرن على درجه حراره متوسطه ونار هاديه خالص. هسيبها من 7 دقايق ل10 دقايق، انا سبتها 12 دقيقه على نار هاديه. كنت كل دقيقتين بقلبها على جهه عشان تاخد لون. تمام. ده كان شكلها. في كيس بيديكي 10، وفي كيس يديكي 12، وفي كيس يديكي 11 على حسب الصابع نفسه. تمام. او هم بقى كده بيكون بيوزنوها، مثلا تيجي 400 جرام، سواء بقى صوابع كتير صوابع قليله. ده شكل الكيس اهو. هي بصراحه التجربه مش وحشه ولا اي حاجه، التجربه كانت زي الفل. بس طبعا جوزي ما حبهاش لانه ما بيحبش اي حاجه مجمده خالص، يقولي انا مش ضامن هي مضمونه ولا لا. بس انا حبيتها انا والولاد. طبعا ما لقاش لا جرجير ولا شبت عشان احطه تحت الارضيه. ده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن، كانت جامده جدا، حلوه جدا. طعمها والله كانك عاملاها في البيت، مش هنكر واقول بقى طعمها. في طبق كفته جاهز اللي هو كله فيه صويا ومش عارف ايه، وبيبقى معروف ان هو مجمد وكده وطعمه غريب كده، انما دي كانها كانت بجد، كانت لحمه وريحه الفحم كانت ملياها. يعني عملت كفته على المشويه على الفحم من غير ما اجيب فحم ولا اشوي ولا ادخن ولا اي حاجه. فده كان شكلها ايه، والله كانت حلوه وكان لونها حلو. خدت انا طبعا قلبتها من وقت للتاني كده، كل شويه على ظهرها، لا على جنبها، لحد ما بقت شكلها بالشكل الحلو ده. قطعت بصلايه وقرن فلفل اخضر تحتيها، ما انا عشان اروح اجيب ربطه شبت واحطها تحتيه كده او ارشها عليه، عايزه اللي بتاع 20 جنيه شبت عشان خاطر يملى الطبق كده. فما علينا يعني، طبق كده كده السلطه هناكلها، ما فيش منها مشكله يعني. فده كان شكلها، كانت جميله جدا، وايه بقى مفتحه من جوه ومش مكتومه، كانك ايه مسيخاها في البيت بالظبط. سهلت علينا كل حاجه والله يا بتوع المجمدات. ولكن مش تجربة مش وحشة، تجربة حلوة، انا بجد اتبسطت بيها. طبعا كده عملت هنا طبق سلطة بقى، طماطم على بصل على خيار، قطعتها مكعبات تخينة مش صغننة. عملت طبق رز اصفر مصري، حمرت بصلة ونزلت عليها بمعلقة كركم وكوباية مية وسبتها تغلي، وقمت نازلة بالرز بتاعي وملحته وسبته براحته خالص يستوى زي الرز العادي. وده كان شكل الغدا بتاعي النهاردة. طبق الرز، طبعا عملت لكل واحد بقى طبق رز و70 كفتة ومعلقتين من السلطة.
وبألف هنا. كانت الغدا خفيف وما خدش مننا وقت. هما ال10 دقايق اللي دخلت فيهم الفرن الكفتة الفرن، هما نفسهم ال10 دقايق اللي ولعت فيهم على الرز وعملت السلطة. والاكل كان حوالي تلت ساعة بالظبط، كانت كل حاجة جاهزة معانا على الغدا. بس كده. فقلت اشارك معاكم التجربة. في بنات كتير او في ناس كتير بتخاف تجيب الحاجات دي، بتخاف تجربها، بتخاف تبوظ منها، تقولك حرام مش عارف ايه. لكن مفيش حاجة صعبة والله، والدنيا سهلة خالص. كفتة سهلوها، يعني احنا عايزين ايه اسهل من كده يعني؟ بدل ما نروح نشتري كيلو لحمة ونقعد بقى نجيب له بصل ومش عارف ايه وايه وايه، ونقعد نصبع بقى ونسيخ ومية بصل لا زيت وهات فحم وحط ونكلف الدنيا. عملنا غدا بسيط ب100 جنيه بس كده. وده كان الغدا بتاع النهارده، ودي كانت وصفة النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى انكم ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناه وتفعيل زر الجرس لكم ان كل جديد. بامر الله، بحبكم في الله، اشوفكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.